صباح الفل حبايبي، اختكم هناء بتصبح عليكم وبتقول لكم يلا بينا نعمله شويه غله بليله. بص يا حبايبي، الكيس ده ربع كيلو، ده يعتبر دلوقتي ده كان نص كيلو غله بليله. دايما كنت انا اعمل النص كيلو على بعضهم، انقيه كويس قوي قوي قوي، افضيه انقيه، اطلع الحاجه اللي مش كويسه منه وبعدين اغسله كويس، وبعدين اعمل له ايه، اغسله وبعدين اغليه. تمام. عملت ايه؟ كنت على طول اعمل النص كيلو بصراحه. في الظروف اللي احنا فيها دي ما حبيتش اعمل النص كيلو كله، رحت مفضيه نصه اعتبارا ان هو ده ربع، وانا هعمل ربع مره تانية. عملت ايه؟ غسلتها حلو، حطيتها على النار، حطيت غلوه كده ربع ساعه. اول ما غلت وفارت كده فوره واحده، رحت طافيه عليها ورحت مغطياها قافله عليها بالليل. الموضوع ده كان الساعه 12 مثلا. صحيت الصبح، دلوقتي بغلي اللبن اللي انا هضيفه عليها، وهي ولعت عليها. هتاخد لها غلوه 5 دقايق وخلاص كده البليله استوت. انا بقول لكم ليه؟ الصراحه بقوم اعمل كوبايه شاي بلبن. طب وليه ما نغير من كوبايه الشاي بلبن لكوبايه بليله حلوه لاولادنا تفيدهم؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ نقينا البليله، غسلناها، حطيناها 5 دقايق على النار. اول ما غلت طفينا عليها، سيبناها شربت الميه، قمنا زودنا لها الميه شويه، وبعدين غطيناها الصبح عشان تعمل ايه، او بعد ساعه. خلي بالكم هو مش شرط من بالليل للصبح، انا بقول لكم اللي حصل لي. بعد ساعه تروحي غاليه تاني وتسيبيها تستوي 5 دقايق تاني، تبقى زي الفل. تسخني اللبن او تغلي اللبن عشان تشربي بليله باللبن. الف هنا، الف هنا عليكم. حاجات مفيده جدا بنفكركم بيها عشان ولادكم وولادنا.